ازيكم يا بنات؟ تعالى اقول لكم ازاي ننظف الالومنيا بطريقه سهله وبدون اي اضافات ولا اي حاجه انت ممكن تشتريها ولا مواد كيماويه ولا اي حاجه. اول حاجه انا هفرش حاجه كده على الرخام عشان ما تتجرحش مني. بجيب السلك الناعم العادي بتاعنا، وعندي هنا الصابون، وعصرت عليه عصره ليمونه بس بقشره كده. هبدا بقى اخد كده بالطريقه دي، طريقة سهلة خالص بدون اي تكلفة، مش هتكلفنا اي حاجة. بصوا هترجع زي الفل وكأنها جديدة بالظبط. بستمر في الدعك يا بنات لحد ما احس كده ان كل السواد اللي فيها طلع. بجد يا بنات انا طول عمري حماتي بتعيب على الالومنيا بتاعتي، بجد. كانت على طول تعيب عليا، تقولي الالومنيا بتاعتك مش حلوه خالص، لاني ما كنتش بعرف ادعكها. وهي بطريقه سهله خالص، بصي بترجع جديده زي الفل اهي من قبل ما اغسلها زي الفل. بس هقولك على خطوه حلوه بقى لما تيجي تدعكي الالومنيا، خاصه يعني لما تنضفي الالومنيا، هقولك على خطوه حلوه لازم تعمليها ومهمه كمان. هبدا كده اشطف. بصوا الجمال، رجعت جديده اهي. خطوه بقى حلوه جدا ومهمه قوي عشان صحتنا. ببدا اجيب الليفه كده وبشويه صابون، وابدا الف الالومنيا اللي انا، سواء بقى حله طاسه اي حاجه. الليفه دي الاخرانيه دي هتشيل بقى طبقه الصدى اللي طلعت من السلكه والطبقه السوداء بتاعت الالومنيا. بعد كده اهو، بصوا يا بنات، بعد الطريقه دي طريقه سهله خالص. الليمون حلو جدا، بيزيل يعني بيساعدك انه يزيل اي حاجه، سواء بقى كانت دهون او اي حاجه. انا على طول اي ليمون بيفضل معايا، بحط القشر كده في قلب الصابون، بيساعد معايا في حاجات كتيره قوي. بصوا يا بنات الجمال، انا كده بقى هخلص المطبخ وحماتي زمانها جايه، وايه هوري لها الالومنيا بتاعتي اللي هي كانت بتعيب عليا فيها. وحاجه بسيطه جدا، الالومنيا رجعت شكلها حلو وجديده. يلا بقى نخلص الحوض. تعالى اقول لك بقى على حاجه مهمه قوي. لو انت بقى مطبخك مكركب وفي حد هيطب عليكي وبقى قرفانه وتعبانه، ازاي تخلصيه بطريقه حلوه؟ انا عندي بقى بتبقى عندي افكار حلوه جدا لو انا تعبانه ومش قادره اعمل حاجه، او نفسيتي مش جايباني ان انا انضف في الوقت ده. بصوا ساعات افكر ان في حد هيطب عليا دلوقتي، فابدا بقى اعمل الشغل بكل همه ونشاط، او افكر في حاجه مثلا او حكايه قديمه افضل افكر فيها. فجاه كده بلاقي المواعين كلها خلصت من غير ما احس ولا اشعر بيها. كمان احس ايه يعني، او افكر ان الميه هتقطع كمان شويه. بحس كده ان الميه هتقطع كمان شويه، فببدا بقى ايه اعمل بنشاط بقى وعايزه اخلص بسرعه، ففعلا كل حاجه بتخلص معايا. جربي الفكره دي، حلوه قوي قوي. لو قدامك جبل مواعين هتخلص معاكي، ان انت تفكري في حاجه مثلا، بس حاجه كويسه يعني. عايزين النفسيه برضه تبقى كويسه كده. وكده انا خلصت. فالفكره دي حلوه قوي قوي يا جماعه. لو احنا فكرنا مثلا ان مثلا الميه هتقطع، ان في حد جاي لنا دلوقتي حالا، فكره ان الميه هتقطع دي، الواحد بينجز وبيخلص كل حاجه في ثواني. الحوض اهو بقى زي الفل اهو. يلا بصوا، مزيد من الافكار بقى مع بعض كده، وان شاء الله باذن الله تلاقوا افكار حلوه. وكمان اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسونيش بقى في لايك عشان تشجعوني، واشوفكم على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.